اهلا بيكم. زي ما عودتكم دايما ان اجيب لكم كل جديد ومفيد وبمصداقية شديدة جدا. النهاردة جايب لكم اقوى وافضل خطة للتخسيس او لنقصان الوزن، بتنقص الوزن حوالي 5 كيلو في الاسبوع الواحد بس. والخطة دي اسمها 5 عليك و5 علينا. يعني ايه الكلام ده وايه الخطة دي؟ ده اللي هنعرفه دلوقتي، لكن انزل الاول دوس على زر الاعجاب واشترك في القناة علشان يوصلك كل جديد. يلا بينا نبدأ الفيديو. وزي ما عودتكم في اول كل فيديو، انا مش دكتور ولا صيدلي، لكن بجيب لكم حاجات ناس جربتها وجابت معاها نتيجة كويسة، فبجيبها لكم وبقول لكم عليها على اساس انها هتجيب معاكم برضو نتيجة كويسة. لكن ما تستخدمش اي علاج او اي حاجة غير لما ترجع للدكتور او الصيدلي، لان هم اكتر اتنين هيقولوا لك الحاجة دي تنفع معاك ولا لا. زي ما قلت لكم كده في اول الفيديو ان انا جايب لكم خطة هتخليك تنزل 5 كيلو في الاسبوع الواحد. وده مش كلام يا جماعة، لا دي حقيقة وناس جربتها وجابت معاها نتيجة كويسة ونتيجة سريعة جدا. والخطة دي زي ما انا قلت لكم اسمها 5 عليك و5 علينا. يعني ايه 5 عليك و5 علينا؟ من اسمها كده بتدل على ان في 5 حاجات انت مطالب انك تعملهم وتلتزم بيهم، واحنا علينا 5 حاجات نقولك عليهم علشان برضو تلتزم بيهم. نبدأ الاول بالخمسة اللي علينا احنا. هتجيب من الصيدلية 5 اصناف او 5 حاجات موجودين في اي صيدلية. اول حاجة بران كبسول. تاني حاجة سيدوفاج أقراص 850. تالت حاجة شاي رجيم. رابع حاجة أبي فورتيل كبسول. خامس حاجة كرومترون كبسول. دول ال5 حاجات اللي علينا احنا اللي نقولك عليهم وهتشتريهم من اي صيدلية. ال5 حاجات دول يا جماعة متوفرين في اي صيدلية، تقدر تنزل اي صيدلية وتقوله عليهم هيدهم لك. ودول الشكل بتاعهم هم، تقدر تاخدهم سكرين شوت دلوقتي وتنزل بيهم اي صيدلية وتقوله عايز الحاجات دي. طيب اول حاجة بران كبسول ده عبارة عن بودرة ردة، تمام؟ بتستخدمها مرتين، بتستخدمها كبسولتين مع بعض قبل الاكل. يعني كبسولتين قبل الفطار، كبسولتين قبل الغداء، كبسولتين قبل العشاء، تمام؟ بتستخدمهم قبل الاكل بنص ساعة، وبتاخد معاهم كوبايتين مية كبار. نركز يا جماعة في النقطة دي مهمة جدا. لازم تاخد مع الكبسولتين اللي انت تاخدهم من بران ده، تاخد معاهم كوبايتين مية كبار. يعني المج مثلا بتاع الشاي اللي حضرتك بتشرب فيه الشاي ده، هتملاه ميه مرتين وتشربه مع كبسولتين من هنا قبل الفطار، قبل الغداء، قبل العشاء، تمام؟ قبل الاكل بنص ساعه. بران ده بيعمل عمليه انتفاش في المعده علشان يحسسك بالشبع وما تاكلش كميات كبيره، فيؤدي الى ان انت تاكل كميات بسيطة من الأكل فالوزن بتاع حضرتك ينزل. دي أول حاجة. تاني حاجة اسمه سيدوفاج 850. سيدوفاج 850 تاخد بالك انه في منه تركيزات تانية، في منه 500 وفي منه 1000، فاحنا هناخد الوسط اللي هو 850. بتاخد منه قرص في وسط الاكل. خد بالك انه لازم يكون في وسط الاكل، مش قبل الاكل ولا بعد ما تخلص اكل، لا في وسط الاكل. يعني تاكل شوية وتاخد حباية. طب بتاخد منه كم مرة؟ تاخد منه مرتين، في وسط الفطار وفي وسط العشاء، مرتين يا جماعة، تمام؟ ده سيدوفاج ده بيعمل عملية حرق للدهون، وبيساعد في نقصان الوزن. طيب تالت حاجة شاي رجيم ده زي ما حضراتكم شايفين كده زي الشاي العادي اللي هو فتلة، لكن بيعمل عملية حرق للدهون بيحصل عند حضرتك، معلش يعني في بداية ما بتستخدمه بيحصل عندك زي اسهال، علشان طبعا تنزل كل السوائل او كل الدهون اللي في جسمك، تمام؟ طب بتستخدمه ازاي؟ خد بالك بقى من استخدام الشاي ده علشان خاطر ما يضايقكش وما يعملكش اسهال باستمرار. طب هتستخدمه ازاي؟
اول 3 ايام هتستخدم منه مرة واحدة بس بعد العشاء بنص ساعة. بعد ايه؟ بعد العشاء بنص ساعة. طب حضرتك لو انت مش عايز تتعشى مش مشكلة، ممكن تاخده بالليل وخلاص. تمام، يبقى مرة واحدة لمدة 3 ايام. طب بعد 3 ايام هتاخد منه مرتين، مرة بعد الفطار ومرة بعد العشاء برضو بعد الاكل بنص ساعة. 3 ايام. طب بعد 3 ايام هتاخد منه 3 مرات في اليوم، بعد الفطار بعد الغداء بعد العشاء، 3 مرات في اليوم. ده بالنسبة للشاي زي ما قلت لحضراتكم بينزل السوائل من الجسم مع الدهون. رابع حاجة أبي فورتيل. طبعا الأبي فورتيل انت بعد ما تمشي على النظام الغذائي ده جسمك ممكن يفقد بعض العناصر الغذائية او بعض الفيتامينات اللي موجودة في الجسم، وتحس بتعب وارهاق زي اكيد ما حضراتكم جربتوا التخسيس قبل كده وحسيت بتعب وارهاق في جسمك. فانت بتاخد الحاجة دي علشان تتغلب على الارهاق واعادة النشاط. ده مجموعة من فيتامينات ومعادن وغذاء ملكات النحل، يعني حاجات طبيعية وحاجات مفيدة جدا لحضرتك. بتستخدمه ازاي؟ بتاخد منه كبسولة مرة واحدة بس بعد الغداء بساعة. تمام. خامس حاجة واخر حاجة بالنسبة للحاجات اللي علينا احنا، حاجة اسمها كرومترون كبسول. ده برضو هتلاقيه موجود في اي مكان. ده فيه بعض الفيتامينات برضو وفيه بعض العناصر او بعض المواد اللي بتساعد على حرق الدهون وانقاص الوزن. ده بتستخدم منه مرة واحدة بس في اليوم، ممكن تاخده بعد العشاء او بعد الفطار، لكن هو مرة واحدة بس في اليوم. دي بعض الحاجات يا جماعة ناخد بالنا من الجرعات اللي انا قلتها والاستخدام بتاعها، علشان خاطر مش هتعرف تنزل وزنك غير بالطريقة اللي انا قلت لك عليهم دول. ده بالنسبة للخمسة اللي علينا احنا. طيب ايه الخمسة اللي عليك انت؟ اول حاجة العزيمة. لازم يكون عندك عزيمة واصرار انك تخس. لو ما عندكش عزيمة واصرار انك تخس مش هتعرف تخس مهما تاخد حاجات تخسس او تنزل وزنك. طيب تاني حاجة المشي. لازم تمشي يوميا على الاقل نص ساعة. الست اللي بتقول لي انا شغالة في البيت وبفضل طول النهار رايحة جاية في البيت، الكلام ده ما ينفعش باي حاجة خالص. لازم تمشي ماشي على رجليك، تشوف طريق تمشي فيه على الاقل ربع ساعة رايح وربع ساعة جاي، يبقى كده النص ساعة بتاعتك. وبعد كده بعد 3-4 ايام ممكن تزودي تبقى نص ساعة رايح ونص ساعة جاي، تزود حتى لو 5 دقايق كل 3-4 ايام لحد ما يبقى معاك نص ساعة مشي متواصل. تالت حاجة ممارسة الرياضة. لازم حضرتك تنزل تروح الجيم وتلعب رياضة في الجيم. طيب لو انت واحدة ست في البيت، لو هتقدري برضو تنزلي الجيم يكون افضل. مش هتقدري يبقى ممكن تشوفي مثلا بتاع 10-15 تمرين معين تجيبهم من على النت وتعملوهم انت في البيت، بس تحافظي عليهم وتمشي عليهم. رابع حاجة النظام الغذائي. ما ينفعش حضرتك تبقى عايز تنزل وزنك وتبدأ انك تاكل عمال على بطال، لا، لازم يكون زي ما قلنا في الاول ان يبقى عندك عزيمة وتمسك نفسك عن الاكل وتعمل لنفسك نظام غذائي. بالنسبه للخضروات هتزود فيها، سلطات زود على قد ما تقدر، فواكه زود على قد ما تقدر. تمام. والحاجات بقى التانية اللي انت عارفها، الدهون والحاجات اللي هي بتزود الوزن هتمنعها خالص وما تقربش ناحيتها. ده النظام الغذائي اللي تمشي عليه. خامس حاجة واخر حاجة الالتزام بالعلاج. الحاجات اللي احنا قلناها الاول اللي هم ال5 حاجات اللي علينا احنا لازم تلتزم بيهم، تلتزم بالجرعات، تلتزم بالمواعيد بتاعتها. ما ينفعش اللي قبل الاكل تاخده بعد الاكل او اللي بعد الاكل تاخده قبل الاكل، يبقى انت كده بتبوظ في العلاج ومش هيجيب معاك نتيجة. دي يا جماعة ال5 حاجات اللي عليك انت لازم تلتزم بيها وتعمل بيها وتمشي على ال5 بتوعنا وال5 بتوعك علشان يجيب معاك نتيجة سريعة جدا. اتمنى يكون الفيديو عجبكم وجرب الوصفة اللي انا قلت لك عليها دي. لو عجبك الفيديو ما تنساش تدوس على زر الاعجاب واشترك في القناة علشان يوصلك كل جديد، ونتقابل ان شاء الله في فيديوهات تانية. ولو حابب ان انا اتكلم عن موضوع معين اكتب لنا في التعليقات تحت. سلام عليكم.